ليه انشيلوتي ندم ندم كبير جدا على هنري. في يوم من الايام تحديدا من 26 سنه فاتت انضم الفرنسي تيري هنري لفريق ارسنال، والصفقه دي غيرت حاجات كتيره جدا في النادي حرفيا. لكن قبل مجدي هنري مع فريق ارسنال كان تايه جدا في فريق يوفنتوس، كان بيلعب جناح مش مهاجم، وكمان كان في تخبط اداري، وكمان مع مدرب مش مقتنع بيه. المدرب انشيلوتي كان بيطالبه ان هو يرجع يدافع دايما، وكان على طول بيبدله، واوقات كتيره جدا كان بيفكر ان هو يطلعه اعاره، ولكن هنري كان بيرفض. تمرد هنري وقتها طلب بنفسه ان هو يمشي، وقال وقتها انا فقدت الشغف جدا في يوفنتوس، وانشيلوتي كان مستنيني ان انا امشي. وهنا بقى ظهر الاسطوره فينجر، راهن عليه واداله الثقه، وكمان بدا يلعب بيه في التشكيله الاساسيه. عايز اقول لكم ان هنري كان هيطلب من فينجر ان هو يلعبه جناح مش مهاجم في اول بدايته مع ارسنال، بس افتكر تجربته الفاشله في ايطاليا وقرر بنفسه ان هو يقاتل على انه يلعب مهاجم. واللي حصل بعد كده زي ما كلنا عارفين، هنري عمل تاريخ كبير جدا مع ارسنال، هداف تاريخي للنادي، وكمان اسطوره من اساطير الدوري الانجليزي بشكل عام. بس سؤالي بقى ليكم هنا، شايفين ان انشيلوتي ضيع موهبه مين تاني زي هنري؟ اكتبوا لي يلا رايكم في التعليقات، وما تنسوش تدعموني بسبسكرايب. بس كده ودي